السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب بس اتكلم عن نادي الزمالك، مش عارف هيلاقيها منين ولا منين بصراحة. هيلاقيها من الفيفا العقوبات، ولا هيلاقيها من الاتحاد الافريقي العقوبات، ولا هيلاقيها من اللعيبة المحبوسة في الامارات؟ يعني الزمالك اتغرم 200 الف في ماتش نهضة بركان، وجه اتغرم 300 الف دولار في ماتش الاهلي والزمالك في كاس السوبر الافريقي بسبب شيكابالا. وشيكابالا توقف 3 مباريات، وناصر منسي 3 مباريات. يعني كده ال500 ألف دولار اللي طلع لهم من كأس السوبر طاروا. ده أول حاجة. تاني حاجة، كأس السوبر المصري طبعا كلنا عارفين الأزمة اللي حصلت لاتنين لعيبة بتوع نادي الزمالك، واللي هم دونجا ومصطفى شلبي، ومدير الكرة عبد الواحد السيد. طبعا التلاتة كانوا محبوسين في الإمارات. تمت المحاكمة اليوم، كل واحد شهر سجن و200 ألف درهم غرامة. مش عارف الزمالك هيلحقها منين ولا منين، وما مش عارف. وشيكابالا عايز يعتزل، انا بقول له ما تعتزلش. نيابات عن جمهور الاهلي كله، جمهور الاهلي بيقول لك ما تعتزلش يا شيكابالا. جمهور الاهلي بيقول لك ما تعتزلش يا شيكابالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.